هل تساءلتم يوما كيف تصنع خزانات المياه العملاقة التي تقاوم أقصى الظروف؟ الرحلة تبدأ من هنا بمواد أولية عالية الجودة. يتم تنظيف القوالب الفولاذية بدقة متناهية، ثم تغلق بإحكام لضمان عدم تسرب أي شوائب خلال عملية التصنيع. الآن يدخل القالب إلى مرحلة الفرن الدوار، حيث يتم تعريضه لدرجات حرارة هائلة ومباشرة، بينما يستمر في الدوران لضمان توزيع الحرارة بانتظام. هنا تكمن الإثارة. يضاف المسحوق البلاستيكي النقي، وبفضل الدوران المستمر والحرارة يذوب البلاستيك ليتشكل بمرونة على الجدران الداخلية للقالب. بعد اكتمال التشكيل يرفع القالب الساخن بحذر لتبدأ مباشرة مرحلة التبريد السريع بالماء. هذا التبريد المفاجئ هو السر وراء صلابة الخزان وقوته لسنوات طويلة. وبعد أن يبرد تماما حان وقت اللحظة الحماسية. فتح القالب. شاهدوا هذا الإتقان. يخرج الخزان بلونه الأزرق الزاهي، خفيف الوزن وقوي البنية، جاهزا للمراحل النهائية. في النهاية تثقب الفتحات بدقة ويركب الغطاء ليصبح الخزان جاهزا للاستخدام. شاركونا في التعليقات، كم سنة تتوقعون أن يدوم خزان مصنوع بهذه القوة؟